العجين من وصفاتي المفضلة اللي بحب أنوع فيها كتير بالحشوات بطريقة التشكيل. تعالوا شوفوا هالرولات اللطيفة الطيبة، رولات الزعتر والجبنة. شوفوا قوام العجين، عملت هون نوع تاني وحشيته بالجبنة. شوفوا ما أحلى هالشكل، شوفوا الأجبان كيف طالعة لبرا، شكل قطعة المعجنات لحاله بشهي. رح نبدأ بتحضير العجين. اليوم رح أستخدم العجانة، أكيد بنقدر نعجن على إيدنا. في العجانة أكيد رح أبدأ أضيف الطحين، بستخدم الطحين متعدد الاستعمالات. رح أعمل اليوم عجينة بكمية قليلة. استخدمت هون 3 أكواب من الطحين، بستخدم الكوب المعياري اللي سعته 250 ملي. ضفت لها ربع كوب من اللبن الرايب أو الزبادي أو اليوغرت، معلقة صغيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، نص معلقة صغيرة ملح، معلقة صغيرة خل. وهون بيلعب دور محسن العجين، بيعطيها لون أبيض فاتح وكمان بيخليها تنفخ بشكل أفضل. ربع كوب من الزيت، نقدر نستخدم زيت الزيتون أو الزيت النباتي زي ما بنحب. وهلأ رح أبدأ أخلط هاي المكونات، بخلطها كتير منيح وببدأ أضيف المية الدافية بالتدريج مع العجن، نفس الطريقة في حال كنا بنعجن بإيدنا. المية هون لازم تكون دافية أقرب لدرجة الحرارة السخنة، يعني بنحط فيها إصبعنا ومنعد ل10، لازم نستحمل درجة الحرارة وما تحرقنا، بنفس الوقت تكون سخنة على الإيد. عجنتها لمدة لا تقل عن 5 دقايق، كمان بنفس الطريقة لازم نعملها بإيدنا، ولازم نحصل على عجين طرية شوي بتلزق بالإيد. حتى لو استخدمت العجانة بحب أمسك العجين بإيدي وأحس قوامها وأشوف إذا محتاج إشي، ومتجانس كتير منيح. بوزع كمية من الزيت في قاعدة الجاط أو الوعاء اللي عجنت فيه، وكمان رح أدهن وجه العجين شوي بالزيت حتى أساعدها إنها تخمر بشكل أفضل. هون رح أغلف الجاط أو الوعاء عندي بنايلون راب وألفه بقطعة قماش دافية أو بطانية، وأتركها بمكان دافي لمدة ساعة على الأقل حتى تتخمر ويتضاعف حجمها. رح نبدأ هون بتحضير الحشوة. اليوم استخدمت جبنة الفيتا أو فيتا تشيز اللي هي بتكون شوي مالحة وكريمية، استخدمت منها نص كوب. ورح أضيف لها الزعتر اللي بناكله مع الزيت وزعتر الزعتر الأكل العادي، رح أضيف منه معلقة كبيرة. بواسطة شوكة رح أبدأ أهرس الجبنة، رح تنهرس بكل سهولة مع الزعتر. في حال ما حبينا نستخدم هاي الجبنة ممكن نستخدم أي نوع من الأجبان اللي بنحبها، جبنة الكريمية، الموتزاريلا، الجبنة البيضاء. بقلب كتير منيح ليختفي الزعتر مع الجبنة. هاي الجبنة نكهة الزعتر معاها بياخد العقل. هاي الحشوة الأولى رفعتها على جنب. أما بالنسبة للحشوة الثانية استخدمت جبنة العكاوي، ضفت لها شوي صغيرة من الإزحة والبقدونس المفروم ناعم. الإزحة هي حبة البركة. رجعت لعجينتي بعد مرور ساعة من الزمن عليها. شوفوا ما شاء الله قديش حجمها تضاعف. قوام العجينة بياخد العقل، هي عبارة عن قطن. أنا هون بدهن شوي صغيرة من الزيت على طاولة المطبخ وببدأ أنزل عجينتي حتى أشكلها. ما بفضل استخدام الطحين، الزيت بهاي الوصفة بيكون أفضل. فردتها تقريبا على شكل دائرة بإيدي، ما بحب أعجن كتير العجينة بعد ما تخمر أو ترتاح. وهون بكور كل جزء وببدأ أشكل فيه. شوفوا ما شاء الله كيف شكل العجين، واضح قديه هي ناعمة وطرية. برجع بدهن شوية زيت، وهون رح أبدأ أفرد بالكرة الأولى. باستخدام الشوبك رح أبدأ أفردها وأرقها تقريبا على شكل مستطيل كبير قد ما بقدر. سمك العجين متوسط، نص سنتيمتر تقريبا. رح أدهن العجين كمان مرة بالزيت، طبقة منيحة من الزيت حتى تعطيني طراوة جدا للعجين. هون رح أوزع الحشوة اللي عملتها، حشوة جبنة الفيتا والزعتر. حطيت كامل الكمية وباستخدام سباتيولا رح أبدأ أفردها على العجين زي ما شايفين. بس انتهيت رح أبدأ ألف العجين تماما مثل ما بنعمل مع السينابون رولز. ببدأ ألفها بالأطراف أولا وبتأكد إنه كلها تكون بنفس السمك. لفيتها بالعرض حتى أحصل على رول رفيع وطويل. هون بالنسبة للأطراف لازم نتأكد إنها مسكرة منيح. بعدين بدي أخليها كلها بنفس السمك، طبيعي إنها تكون من الوسط أسمك شوي من الأطراف. فردتها كلها بنفس السمك. وهلأ رح أبدأ بالتقطيع، تقطيع اختياري أنا، بس رح أعطيكم فكرة لطيفة كتير تغيير عن المعتاد بتشكيل المعجنات. رح أقطعها على شكل مثلثات زي ما شايفين.
يفضل إنه ندهن السكينة شوي بالزيت حتى ما تغلبنا وقت التقطيع. هيك صارت العجين عندي جاهزة، حتى الأطراف ما بكبها، بخبزها كمان معاهم بنفس الصينية، طعمهم كتير طيب. هون رح أبدأ أدهن عجينتي شوي صغيرة بصفار البيض، بس صفار بيضة واحدة مخفوق، ودهنت فيه وجه المعجنات زي ما شفتوا حتى أعطيها لون لطيف بالفرن. رشة صغيرة من السمسم أو القزحة زي ما بتحبوا. مباشرة رح أخذها على الفرن محمى مسبقا على الرف الأوسط، درجة الحرارة 200، تقريبا بتحتاج 10 دقايق وبتصير عندي بهذا الشكل. قدمتها فورا، ما شاء الله الحشوة واضح قديه حلوة، لون العجين كتير حلو، طراوتها وطعمها بياخد العقل. بتمنى تجربوها، سهلة ومختصرة وكتير طيبة، رح نحصل على نتيجة كتير لطيفة ولذيذة. إن شاء الله تعجبكم، وألف صحة.